مرحبا فيكم، مرحبا في مطبخكم يومية نواعم. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي كباب بعبيد دجاج على طريقتي. أخذتها من شيف سوري، أتمنى تجربوها، حلوة مرة ولذيذة. بسم الله على بركة الله. هنا عندنا نص كيلو تاع الدجاج، كل ملعقة صغيرة كمون، عندنا ملعقة صغيرة بابريكا، عندنا ملعقة صغيرة كزبرة يابسة، الملح حسب الذوق. هنا عندنا 3 حبات ثوم مفرومين، وهنا عندنا بقدونس كمية اللي غتكفيني. دابا غادي نعجنو. هذا هو الكباب ديالنا. دابا نحطو في الثلاجة ساعتين او 3 سوايع على حساب الوقت ديالكم. من بعد نوريكم طريقة الشوي في الفرن. بنات هذا الكباب تاعنا بعد ما جبدناه من الثلاجة، دابا نجيبو واحد جبانية فيها ما بارد من الروبيني، وكنجيب هنا اعواد اللي نقعتهم ليله كامله في الماء بارد. دابا ندوزو للطريقات. بسم الله. كنغصو يدينا في الماء بارد وكناخدو الكباب ديالنا. بسم الله. كنبسطوه على الطريقه هذه. كيجي على هاد الطريقه هذه كنرجعوا على هاد الشكل هذا. هذه هي الصينيه ديالنا ديال الكباب. دابا ندخلها للفرن ونرجع معاكم. وهذا كباب الدجاج ديالنا كيجي على هاد الطريقه هذه. نتمنى تجربوه، راه كيجي زوين. ولا عجبكم الفيديو ما تنسبخلوش عليه من التعليقات واللايكات. وبالصحه والراحه. مع السلامه. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.